اللي متابع معانا الفيديو اللي فات هيعرف ان احنا كنا وصلنا لحد الجزء البسيط دوت ان احنا بقى عندنا تليجرام، وبنستقبل منه الرسائل وبنقدر نرد عليها، وفي عندنا AI agent موجود عندنا، ويدوبك خدنا حبة معلومات بسيطة. النهاردة هنتعمق اكتر ازاي نقدر بقى نستغل الورك فلو دوت بشكل عملي عندنا. ده بصوا يعني ده ابسط نوع من الورك فلو اللي ممكن تلاقيها في ان 10. هو بسيط جدا، مكون من 3 نود. التريجر اللي هو اول نود انت حابب تشتغل بيها، اللي هو انت دي الرساله اللي انت بتاخدها او الانبوت بتاعك. الاي اي ايجنت اللي في النص عندك، وفي الاخر الرد اللي جالك من الايجنت ذات نفسه. النهارده كله اللي هنتعرف عليه ازاي نبدا نتعامل مع الاي اي ايجنت ده. لو فتحت برضو يعني لما باجي بضغط هنا على الاي اي ايجنت دبل كليك بيتفتح لي بالشكل ده، شكله بسيط جدا. انا شايفه ده شكل منظم، هو بالظبط زي ما تقول كده متقسم لك 3 نقط. النقطة الأولانية اللي هي ناحية ايدك الشمال ديت تعتبر الانبوت بتاعك، واللي ناحية ايدك اليمين الناحية التانية هي الاوتبوت. طيب ايه بقى الجزء اللي في النص ده؟ ده جزء السيتنج ذات نفسه، اللي هي الاعدادات بتاعتك. طب ايه تعالوا نبص مع بعض كده كل واحدة من دول ونفهم ببساطة جدا هي كل واحدة من دول معناها ايه. خلينا ببساطة جدا، انا الاقي هنا عندي ده الايجنت بتاعي، ممكن هنا اسميه على فكرة، ممكن اعدل الاسم بتاعه بالاسم اللي انا شايفه يناسبني. ونبدأ ننزل تحت نلاقي اول حاجة السورس بتاع البروميت ذات نفسه. طب ايه هو البروميت او ايه اللي المصطلح ده احنا سمعناه كتير خلال الفترة اللي فاتت؟ الأوامر اللي حضرتك بتديها للشات بتاعت مثلا اوبن اي اي كان أشهر حاجة شات موديل احنا كلنا بنتعامل معاه. دي بيسموها بروميت، بيبقى أوامر خاصة بتاعت الذكاء الاصطناعي. الأوامر ديت لو كل ما انت عرفت تكتب أوامر بشكل أفضل أو بشكل منسق أكتر يفهمها ال AI، بتقدر تاخد ريزلت أو أوتبوت بشكل أحسن. لو بصيت هنا هوت هلاقي إن أنا عندي حاجة اسمها يوزر مسج. ولو من هنا نزلت تحت ضغطت على اد اوبشن هلاقي عندي حاجة اسمها سيستم مسج. ولو ضغطت على السيستم مسج برضو هلاقي هنا ابتدى يفتح لي زي تكست اريا، وهنا زي فيه هنا مكان للتكست. طب خلينا الاول الحته بتاعت اليوزر مسج دي اليوزر اللي هو مثلا لو كتبت له السلام عليكم هيبدا يقول لي مثلا دي الداتا اللي هي جايه لي، اليوزر ذات نفسه هو اللي بعتها لي. طب ايه بقى السيستم مسج؟ السيستم مسج دي بتبقى اعدادات افتراضيه انا بديها للموديل بتاعي او الاي اي اسيستنس بتاعي عشان ابدا اطلع اكستمايز التجربه ذات نفسه. يعني مثلا تعالى هنا اقول له مثلا ايه، انت مساعد، اسمك محمد، وعندك مثلا مثلا هنا 30 سنة وموجود في مصر. طيب انا هنا بديله الشخصية الكونتكست اللي هو بيشتغل بيه او التكست اللي انا عايزه يرد بيه على اساسه. وتعالوا نعمل كده اهوت ونعمل سيف، ونيجي نسأله كده نقول له والله اعمل تيست. ونيجي هنا اهو نقول له انت اسمك ايه؟ بص انا محمد وانا هي اللي مساعدتك. هو عارف منين كلمة محمد ديت؟ هو فهمها من السيستم مسج. تقدر هنا بقى تبدأ الشغل كده، عارف عندك تبدأ تفكر فيه، يعني تبدأ تفكر ليه ده انا ممكن اخلي ال LLM يبقى شغال في خدمة عملاء في مكان، ممكن اخليه سكرتير في مكان تاني، ممكن اخليه مثلا حد تبع الكاستمر سبورت مثلا بتاع تليفونات، واديله شخصية واديله اسم واديله مكان. يعني تعالوا مثلا اهو نعمل له تيست مثلا، نقول له مثلا انت عندك كام سنة؟ قال لك اهو تمام. طيب بس ده جميل جدا، ابتدى يرد عليا بناء على المعلومات اللي هي موجودة. فدي اول حاجة ممكن نقدر نبص عليها، اللي هو انت ابتديت هنا تقدر تتحكم في الايجنت بتاعك. طيب في حاجة تانية برضو عايز اوريها لكم. دلوقتي انا الايجنت ذات نفسه دوت
ما عندوش ميموري، يعني هو ما بيقدرش يعرف الرسائل اللي موجود، ما بيقراش الرسائل اللي موجوده قبل كده. يعني انا مثلا لو جيت هنا قلت له مثلا والله انا اسمي محمود، تعالى نعمل تيست كده، نقول له انا اسمي محمود. بعد كده سألته انت تعرف انا مين، نقول له تيست ورك فلو. تمام. ده معناه ان هو مش قادر يقرا الرسائل اللي موجوده قبل كده. طب انا ازاي اخليه يبقى عنده ميموري؟ لو رجعت بصيت هنا هلاقي ان اول حاجه هي الشاف موديل، تاني حاجه الميموري. لو ضغطت عليها سيمبل ميموري. طيب هل ايه انواع الميموري التانية دي كلها بسيطه جدا. يعني ابسطهم اول واحده دي تبع ان ات ان، بتعمل ستورج بسيط جدا لوكال، وبيشتغل معاك بشكل كويس. فانت هنا عايز تديله ميموري، ابدا اديله ليه النود اللي اسمها سيمبل ميموري. لما اجي افتح السيمبل ميموري اول حاجه يبدا يسالني عليها ايه هو الكي اللي انا هقدر احفظ منه الميموري، او اللي هي الكي اللي هو ما بيكررش معانا، اللي هو الشات اي دي، اللي هو الشات اللي ما بيني وما بين اليوزر في التليجرام. وهنا بيبدا يقول لي والله انت عايزني اشيل قد ايه كونتكست، يعني الكونتكست لينس بتاعتي انا هنا بخليها دايما 200. مش عايزه يتذكر اكتر من كده برضو. ثواني بالشكل. تعال بقى نعمل هنا تيست، نقول له كده اهلا انا اسمي محمود. لو قلت له تيست تاني، انت تعرف انا اسمي ايه. تمام. كده ابتدت الايه يقرا او يخزن في الذاكره بتاعته المحادثات اللي بتتم ما بيننا. ف خلينا الفيديو ده برضو ده حاجه بسيطه اتعلمنا فيها نوت جديده اللي هي الموضوع الخاص بالميموري، واتعلمنا برضو في الاي اي ايجنت الحته بتاعت السيستم مسج، وابتدينا نشوف ازاي نقدر نكستمايز التجربه بتاعتنا في البوت الصغير اللي احنا بدأنا نعمله دوت. شكرا جدا.